بسم الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم للناس خير محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بكم. معانا كتاب المصطلحات إن شاء الله أنا هشتغل منه، وده تأليف دكتور إبراهيم وسام. تمام، والكتاب والله يعني الديزاين بتاعه كويس وكده. الفيديو ده فيديو مقدمة الليفل الأول من الكتاب ده اتبعت لي 16 جزء. ده الجزء الاول، فكل جزئين هنعملهم في ليفل ان شاء الله. فده انا على 8 ليفل، فده الليفل الاول ودي المقدمه بتاعته. اللي هو هتبدا معاك في قاعده في التعلم علشان تكون عارفها، اسمها الانتقال من النون الى الانون، الانتقال من المعروف الى الغير معروف. يعني في البدايه انا هبدا معاك بحاجات انت هتكون الاغلب عارفها، ده لو انت اصلا في كليه طبيه. لو انت داخل كليه طبيه فانت بالنسبه لك اي كلمه تقال هي زيرو معلومات جديده. الكورس ده معمول لنوعين من الناس. النوع الاول ناس مخلصه ثانويه عامه وداخله كليه طبيه، داخله في ايا كانت الكليه الطبيه بقى. تمام. النوع التاني ناس في كليه طبيه فعلا في سنه اولى، لكن في سنه اولى بتاعتهم بايظه خالص، يعني هم الانجليش بتاعهم زيرو، فهيكون في حاجات بس عدت عليهم. تمام. بيبدأ معاك الكتاب بيقولك ان في مقدمة وفي صور وفي شرح للجسم وفي اكتر من 10,000 مصطلح، وانا هحاول انزلك مصطلحات تانية من على اليوتيوب، من اليوتيوب او من جوجل، نجمعها لك بحيث يكون عندك اكبر حصيلة. انت عارف ان هي الفكرة حصيلة كلمات اكتر من هي شرح وكده. تمام. بس فمطلوب من عليك دي حاجات اللي انت ممكن تشوفها يعني. مطلوب من عليك هنا الكلام بالعربي ده مش هقولهولك، لان هو بيقولك اهمية المصطلحات وكده، وليه المصطلحات مهمة ولا هتسهل عليك ليه. فانت المفروض مشترك في الكورس، فانت عارف الاهمية وكده، فممكن تقراها مع نفسك يعني. تمام. بس فقبل ما ابدا، ده كان فيديو مقدمه. مطلوب منك بس ورقه وقلم لو انت مش معاك الكتاب، والمعلومه الجديده عليك مش اللي انت عارفها هي اللي تكتبها، لو اللي انت عارفها ما تكتبهاش خلاص، بس كده. والفيديو تحضره اول باول لانه هيتمسح زي ما انت عارف، او هيكون ليه نظام سيستم مختلف يعني. واستعد للامتحان الليفل الاول. تمام، بالتوفيق ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.